على المشهد يعني الحوار قد يستغرق مثلا ساعتين. ساعتين؟ مثلا لما المصدر مثلا مهم وبيتكلم عن حاجه زي الانتخابات البابويه مثلا يا ريس. تمام. هل بثبت الكاميرا كل هذا الوقت على نفس غالبا الانترفيوز بنصورها باكتر من كاميرا، يعني غالبا الانترفيوز بنستخدم كاميرتين، واحده ثابته ميديوم للشخص اللي بتتكلمه، والثانيه بتبقى فري شويه، ممكن اخد بيها لونج، ممكن اخد بيها بروفايل، ممكن اتحرك تراكنج قدامه وهو بيتكلم، ممكن ادخل كلوز، ممكن اجيب رياكشنات جسمه، ممكن اعمل حاجات كتير. فغالبا الانترفيوز سبيشالي لو طويله بتبقى باكتر من كاميرا عشان نعمل اللي بحكي لك عليه. ده طول الوقت اللي انا بستخدمه. نوع المايك ايه؟ معلش يا دكتور، نوع المايك هنا هيبقى ايه؟ هو المايك واحد على كاميرا واحده، غالبا هتبقى على الكاميرا الميديا، بتسجل على الكاميرا الميديا. لا هو مايك واحد. هو الصوت ملوش علاقه بالصوره في الحاله دي، انت اصلا ممكن تسجل الصوت سيبريت على زوم على حاجه ثالثه اصلا. انا بصور بزاويتين، هيبقى معايا مايك انت الزاويتين صوره، مايك واحد اللي بيسجل او مايكين، ممكن يسجل واحد منهم على كاميرا من الكاميرات، وممكن يتسجل لوحده على صوت في حته لوحده على الزوم لوحده او على اي مكان الوسيله. اوكي، وتركب الصوت على الصوره، ده قصه ثانيه. انتوا ممكن على فكره تستفيدوا من الاسئله الحوارات الجانبيه. انا اسف والله. لا قولها. اصل عازمني على العشاء. استنوا ما يطلع بره ويعزمك على يخطفك على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيل معين شعيب، عراقية، كاتبة وشاعرة. عندي سيناريو لفيلم كرتوني. فالفيلم كرتوني، فصدمنا إنه الفيلم للرسم، موضوع الرسم. المهم إحنا انصدمنا، المخرجين يريدون هو كله مرسوم على الورق، لكن يحتاج لنا مخرج، منفذ، كذا، رسامين موجودين، مصريين موجودين، الكاركترات كلها موجودة مصريين، والشوارع والسطوح كلها جاهز. لكن احنا دائما يصدمنا الانتاج ويصدمنا المخرج المنفذ. أريده مستوى عالمي، أريده تراث مصر، وضع مصر، ألوان مصر. أني كذا دول رايحة فأشوف الألوان، كل دولة تختلف ألوانها عن الدولة الثانية. أنا عراقية ألوانها محددة، الخليج ألوانها محددة، مصر ألوانها محددة، لكن إحنا دائما يقطعنا الإنتاج، والإنتاج يريد أشياء معينة. يعني الحل معينه مش فاهمه، يعني فلوس. يعني الرسام حتى لو يرسم كذا، هسه بال دار الأوبرا في عدة رسامين. أنا زي ما قلت لحضرتك يا فندم، شغلنا كله كاتيجوريز، يعني في كلاس A كلاس B كلاس C، انت على حسب انت رايحه لانهي كلاس. أريد عالمي، حال الأفلام الكرتوني اللي يعرضوها بالسينمات العالمية، اللي الأفلام دي بتكلف ملايين يا فندم. إيه، لكن إذا هي صارت سلسلة، اللي مرة واحدة يصير سلسلة. ليش ما يصير من إحنا عرب نسويها؟ ليش دائما إحنا نستورد الأفلام كرتون، ونستورد الأفكار، ونستورد القصص؟ خليها قصصنا، خليها إحنا كعرب. ليش دائما أنا انصدم الصدمة إنه المخرج ما يقبل إنه هذا؟ لا ننصدم. قلت لهم لا، ما ننصدم. إذا إحنا نبدي بالمجاني على تكلفتنا الشخصية، بعدين إذا شركة إنتاج محترمة نسويها مستوى عالمي. إذا هذا الشيء حلو، يعني هي بد مجرد فيلم واحد، يعني استاذتي، يعني الكاركترات والرسمات والشخصيات مجرد بس مرة واحدة، الأولى الغلط، الأولى الصعبة، الأولى الخطيرة. بعدين يمن هي هذا لا، هي الأفلام العالمية شلون يعني؟ ترى شركات صغيرة وكبرت بفيلم واحد على مستوى هوليوود، وعلى مستوى العالم، وعلى مستوى هسه الصيني هذني الأومجي، ولا هذني الصينيات، هذني الأفلام الصينية على فكرة واحد، شخص واحد وشركة بسيطة، بعدين صارت عالمية، صارت شباك التذاكر بالمليارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنقول على مستوى الكبار هو المحتوى اللي أكتر وأكتر وأكتر هي الأطفال.
لان النهارده الكرتون اللي احنا اتربينا عليه بتاع ميكي ماوس اختلف خالص. دلوقتي بقى في مضامين في منتهى الخطوره، يعني من ابشع الحاجات اللي دلوقتي في الكرتون الغربي بيدخل قيم جديده يعني لا يمكن ان نقبلها. يعني النهارده بقى محتوى رئيسي في كرتون الاطفال الغربي المستورد المستحدث من حوالي سنتين ثلاثه اتكلم عن الشواذ. انا ما بسميهمش مثليين، بيقدموا محتوى ان البنت الطفله ممكن ان هي لما تكبر تتجوز بنت طفله ثانيه. فده بيقدموا فكره صغيره لكن بيخش في اللاوعي في العقل الباطن داخل الاطفال، وممكن لما يكبروا يتقبلوا هذه المسائل. وقيس على كده مسائل كثيره جدا خاصه بالعقائد. يعني تفضل دكتور يعني النور هيطلع علينا دلوقتي، النور هيطلع علينا سريعا في 30 ثانيه. طيب هو في ورش للاداء الصوتي او كتير. انا اصلا يعني انا جاي للورشه، معلش انا من السيده، انت لو جيت مش هاجي بصراحه يعني عشان انا مش فاضي عندي شغل، فانا جيت على اساس ان الورشه لها علاقه بالاداء الصوتي، وانا بفهم عربي وازهري اصلا كده يعني، فانا كنت حابب ان انا اشارك في ده كهوايه. يعني كنت واخد الاول على الجمهوريه في القاء الشعر زمان وانا صغير في المعهد الازهري زمان. اوعى تكون زي الاول واخد الاول في الاقتصاد. لا مش قال لك الدولار. لا ماليش دعوه بالاقتصاد. لا انا كنت الاول في الشعر. انا كنت طيب انت راجل محامي ولا محامي يا دكتور؟ والله هو ازهري ومالك عموما لو طب في حاجه كده يا دكتور؟ في ورش طبعا صوت كتير. طب انت وقفت ليه؟ ورش صوت لو كتير. حضرتك ممكن هنختم بعد القصيده للاستاذ. في اين القصيده؟ في قصيده ماشي هو الدكتور الهنديه بس احنا طبعا هيكون احمد، واحنا دلوقتي هنختم فعلا زي ما قال خير ختام مع الدكتوره والمهندس عنان. هيقول لنا قصيده شعريه وهنشوف هو يعني من اي نوع يعني. اتفضل بقى. هي بمناسبه فلسطين. اولا شكرا جزيلا. تمام. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني اذا اعتبرتوها قصيده اكون شاكر. انا ميانيش شاعر بقدر ما انا بعبر في عبارات وجمل ما يعني خواطر. اوكي؟ لكن انا مانيش شاعر. دي اتكتبت 90-91 مع بدايه حدوته الحجاره هناك. اوكي؟ وطبعا اللي انتم شايفينه ده وفاهمينه وحاسينه انا معاكم فيه طبعا تماما، كلنا حاسين بده. فانا هقولها دلوقتي لان ان شاء الله هي تمشي برضه دلوقتي. في ارض فلسطين حمام وزيتون ونخيل، هناك ترى دفة قارب وفيها الشباب واقفة غاضب، حتى الطفل مشلول القدمين يسير ليعاتب. في أرض فلسطين حمام وزيتون ونخيل، هناك ترى دفة قارب وفيها الشباب واقفة غاضب، حتى الطفل مشلول القدمين يسير ليعاتب. عند الشقراء ذات الثرى الأصفر ذات الاستعلاء ترى الشهامة واضحة، ترى أثر الدماء فتأبى النصور والعقبان مس الحمراء جمع حميرة الجثة الدامية الشهداء. عند الشقراء ذات الثرى الأصفر ذات الاستعلاء ترى الشهامة واضحة، ترى أثر الدماء فتأبى النصور والعقبان مس الحمراء وتجد القروان يغرد لهم من الدروسات. على حالها ساد الحزن أركان المكان، ومن أجلها صمتت كل الألحان، فما كان لها أن تهوى مدى الأزمان، وما كان لثراها أن يحني الجبين لذاك الجمال. شكرا.
حدد اليوم بالظبط عشان احنا ان شاء الله ميعادنا الخميس القادم زي اول امبارح الساعه 4. الساعة 4.